بالنسبه للنادي الاهلي بيلعب بنفس الطريقه، عبد الظاهر في الامام، تحتيه بركات والسيد حمدي وعبد الله السعيد. لسه ما شفناش حاجه من هذا الثلاثي ولا من راس الحربه الامامي عبد الظاهر. هنشوف الكوره من علاء علي هتتلعب ازاي، بالقدم اليسرى ولا ايه؟ اتلعبت شوطه حلوه، يا حلوه 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 حلوه، انما تسديده جميله حقيقه من العزب، وبصوا اتلعبت اهي قصيره وخدها بالقدم اليسرى على طول. يا سلام، ادي عبد الله السعيد، عبد الله لعبها على طول وفوتها، وتاني عبد الظاهر وسيد حمدي راحت لبركات. يا ولد يا ولد يا علي يا فرج، الكرات بركات دي من الناحيه اليمين على طول بياخدها بوش رجله كده، بيحطها في الزاويه البعيده اهي، كوره نموذجيه ليه اللي بيستلمها بركات. بس بركات برضه راعوا ان هو ليس في قمه مستواه البدني حتى الان بعد غيابات طويله. اكثر اللاعبين تسجيلا للاهداف في موسم واحد في بطولات افريقيا. ادي الكره اتلعبت عرضيه في منتهى الخطوره، والتسديده على الطايره على طول من عبد الله السعيد تطلع خارج الملعب بره قوي، مش ظابطه معاه، تحس مش ماشيه معاه كده، التركيبه كده مش ماشيه معاه بقالها مده، مش النهارده بس، ولا المباراه اللي فاتت مباراه سموحه بس، ولا المباراه اللي قبلها مباراه وادي دجله بس، مع كباتن ماهر همام جمال عبد الحميد خالد جلال. ادي تسديده تطلع خارج الملعب بره قوي، تسديده من الضربه الحره المباشره من عبد الله السعيد مع زميل طارق رضوان طبعا بين شوطين اللقاء. وثم في نهايه المباراه التحليل حول مجريات هذا اللقاء. لغايه دلوقتي ما هو امامي ان فريق تليفونات بني سويف متفوق في عنصر السرعه، متفوق في نقل الهجمه، قلب دفاع. شوف اللعبه دي اتلعبت من احمد شديد قناوي جوه المنطقه ولعبه في الاول حلوه، يا طايره على طول حطها احمد شديد قناوي. هل اتلمست من حد ولا لا؟ ولا هنشوف هل احمد شديد قناوي لمست حد؟ يبدو انها ما لمستش حد. هنشوف في الاعاده احمد شديد قناوي بالقدم اليسرى كل الضربات الركنيه، كل الكرات اللي بتبقى على حدود منطقه الجزاء من ناحيه الشمال. نشوفها اهي راحه ما لمستش حد خالص. احمد شديد قناوي يسجل اول اهداف النادي الاهلي. هنشوف عبد الله السعيد ولا زال الاهلي يبحث عن مسدد لضربات الجزاء. مش ممكن سيناريو في منتهى الغرابه. الكره بتلف زي الموزه كده باتجاه المرمى، اتلعبت على القايم القريب وخطيره يا ولد، حلوه ومش ممكن، يا حلوه جدا انما رائعه من محسن ابو جريشه، ويطلعها باعجوبه شريف اكرامي. يا مش ممكن. بصوا حضراتكم، بصوا اهي ملعوبه اهي، بصوا بقى حطها ازاي، دبل كيك. دبل كيك حكايه. انما ماركو مومبوا كان عنده فرصه في الفولو بتاعها، واقف في مكان كويس. بصوا الدبل كيك دي لو جت كان هيبقى احسن جول في الدوري المصري هذا الموسم. ده عدى في مساحه ومن الحته اللي يجيد التسديد فيها لعبها لعبد الظاهر ويا سلام، ولسه المتابعه والهدف الثاني. يا السيد حمدي يجيب الهدف الثاني للنادي الاهلي، واول اهدافه هذا الموسم. سيد حمدي مسانده متابعه كويسه جدا، انما البدايه من شهاب يا جماعه، بدايه الكلمه، بدايه الموال من شهاب وبيبخ في وشه كده محمد بركات بلقطه جميله جدا. يا على الجول الحلو. انما شهاب هو اللي ابتدى اللعبه دي من نص الملعب، عمل تاكلينج رائع وسحب الكوره وعمل سبرنت بيها. بصوا بقى من نص الملعب اهو، ادي شهاب عدى هنا وراح عاملها لعبد الظاهر، حلوه جدا. عبد الظاهر اول مره يتصرف ايجابي بشكل مباشر، سدد الكره في المرمى، ارتدت من حارس المرمى علي فرج وتوصل على طول للسيد حمدي. اول اهداف السيد حمدي هذا الموسم، وهذه هي المره الاولى هذا الموسم اللي النادي الاهلي يسجل اكتر من هدف في المباراه.